في هذا الحديث خلينا نبدأه ببعض القضايا الدولية والقرصنة الأمريكية. القرصنة الأمريكية سفينة بترولية ضخمة فنزويلية قرصنتها الولايات المتحدة واستولت عليها. وقال ترامب لما سئل قالوا له هذه هناك من يعتبرها قرصنة. رئيس مادورو رئيس فنزويلا قال أن هذه قرصنة علنية، فقال لهم لا، هذا تنفيذ لقرار قضائي، وهذه السفينة كانت تبيع بترول وتتعاون مع إيران وتخرق العقوبات على إيران. لكن الحقيقة أن اللي هو واضح للمحللين والمراقبين وللمتابعين هو أن الولايات المتحدة تريد أن تضع يدها على ثروات فنزويلا، على خاصة بترول فنزويلا. فنزويلا من الدول الأكثر احتياطا والأكثر ومن بين التي تنتج بشكل كبير البترول والأكثر احتياط. صحيح أنه وضح الآن متدهور مع الصراعات الموجودة فيها والانقسامات وملايين الذين غادروها، و في حكم مادورو من قبل شافيز، ويعني ارتكبوا أخطاء أكيد. لكن الولايات المتحدة ما هيش هذا هو اللي يهمها أكثر، هو يهمها أن تضع يدها على البترول وعلى الثروات الأخرى اللي في فنزويلا. اليوم أيضا أعلن من أن بوتين أخيرا اتصل بمادورو وأكد له بأنه يقف مع الشعب الفنزويلي ويقف مع حكومته إلى آخره، بالرغم من أن روسيا لها استثمارات ضخمة في فنزويلا. لكن بوتين نتيجة لحساسية الموقف ويعرف أن ترامب قد يتحسس ضده في قضية أوكرانيا. قضية أوكرانيا هي القضية الأهم بالنسبة للروس وبالنسبة لبوتين. تأخر كثيرا باش يتصل بحليف له فنزويلا وروسيا على أساس أنهم حلفاء، إضافة إلى أن هناك مليارات الدولارات من الاستثمارات الروسية خاصة في المجال النفطي في فنزويلا. الصين أيضا مش متحمسة كثير للدفاع علنا على فنزويلا، بالرغم من أن أيضا هناك استثمارات ضخمة للصين في فنزويلا. ومن بين أسباب أن ترامب يريد إبعاد الصين، وقال صراحة في وثيقة ما تسميه أمريكا بوثيقة الأمن القومي، استراتيجية الأمن القومي، من أن أمريكا الجنوبية هي بعبارة واضحة هي يجب أن تكون تحت النفوذ الأمريكي. استعملوش كلمة النفوذ، لكن قالوا ما نسمحوش بنفوذ آخر خارجي في أمريكا الجنوبية، من معنى أنها هي ان اسباس فيتال كما يقال بالفرنسية، ولا انشاس جاردي ايضا كما يقال بالفرنسية، اي انها امريكا تريد ان تعود الى مبدأ مونرو، ولكن على طريقة ترامب. على الاقل مونرو انذاك كان لديه بعض الخطوط وبعض المبادئ. في الولايات المتحدة دائما ما زالت الصراعات والخصومات تكبر حول ملفات متعددة، وأنا أتابع في الحقيقة اليمين الأمريكي، يمين ترامبي الأمريكي. تستطيع أن نقول بأن اليمين اليوم في أمريكا، سواء المتنطع أو المتشدد أو الأقل تشددا، هو ترامبي، يخضع لترامب بشكل أو بآخر. وطبعا هم ينقسمون على الأقل إلى 6 أطراف، أهمهم المشاهير الماغا، ما يعرف بالمحافظين التقليديين، ما يعرف بالإنجيليين، إلى آخره. 6 أطراف متصارعة ومتخاصمة، بالرغم من أن هناك ما يجمعها، وهو أنهم ما زالهم كلهم يدينون بالولاء لترامب، حتى مع بعض الانتقادات له خاصة في ملف إبستين. ولكنه كلما يتبنى ترامب خطابا قوميا متشددا ضد المهاجرين، كما يفعل هذه الأيام، هجومات علنية على الصومال، على الصوماليين، على هايتي، على الكونغو وعلى دول أخرى، كلما كان هناك نوع من التوافق بين هذه الأطراف 6 داخل اليمين الأمريكي أو ما يعرف بالماغا. ولكن هذا في نفس الوقت يخلق مشاكل كثيرة جدا للأمريكيين، خاصة الشركات اللي تعتمد على المهاجرين. كما نعرف هنا أيضا في أوروبا انزعاج كبير وكبير جدا من ترامب، ليس فقط في قضية أوكرانيا، ولكن أيضا في التدخل في الشأن الأوروبي، وحديثه على أن أوروبا
نتيجة للهجرة وخاصة هجرة المسلمين في إطار تتجه إلى أن تمحى. قال لهم راهم يحدث عندكم الاستبدال العظيم، وهذا الاستبدال العظيم كان طرحه واحد من المتطرفين الفرنسيين وكتب عليه كتاب سماه لو غران رومبلاسمون. وهذا لو غران رومبلاسمون يعني كلام تافه لا يستند، حتى المعلومات اللي يستند عليها أكثرها مغلوط، الأرقام غير صحيحة، كون أن المسلمين هيمنوا وسيطروا، كله كلام فارغ. لكن الآن تتبناه القوى المتنطعة وعلى رأسها ترامب ومن معه من أجل أن يكون هناك نوع من جمع البيض المسيحيين فيما بينهم خوفا من هؤلاء الغزاة القادمين. طبعا هذا يحدث توترات في أوروبا كلها. فرنسا أعلنت في أمس أو أول أمس، يعني في اليومين الماضيين، قالوا أن بالرغم أن البوليس الفرنسي تعرفوا موقفه يعني من المسلمين والمهاجرين، لكن قالوا أن الهجومات على المسلمين في عام 2025 زادت بأكثر من 75%، وأنها تتكرر وتتعدد وتتواصل. والحقيقة أنه لما الواحد يسمع الإعلام الأمريكي الفرنسي أو الأمريكي المتطرف، لكن عموما لما تسمع الإعلام الفرنسي راهم مليح أنه ما يخرجوش الفرنسيين المتنطعين هذوك اللي رؤوسهم ما فيها والو وما يقتلوش الناس، لأن هناك هجوم وإسلاموفوبيا ليس لها حدود. وتصرفات بعض الحكومات أو ما تسمى حكومات الأنظمة، مثلا الإمارات السعودية السيسي تدعم هذه الهجمة ضد المسلمين. تبون والعصابة اللي عندنا يدعموها بطريق غير مباشر نتيجة لأخطاء شديدة ارتكبوها في التعامل مع الجزائريين، أولا مع الأحرار الجزائريين، وأيضا مع حتى في التعامل الرسمي. جعل فرنسا أنها تستند إلى حكاية تافهة لما يسمى بسفيه باريس وتبني عليها قصة حقيقية على أساس أنه أرادوا اختطاف واغتيال كما يقول ريتايو. هذا ليس صحيح بأي حال من الأحوال، نحن نعرف تفاصيل هذه المواضيع. فعموما اليمين المتطرف راهو ينتفخ في الغرب، والمسلمين هم الضحايا الأوائل نتاعو، وإن كان المهاجرين عموما راهم ضحايا هذا الوضع. والآن رئيس وزعيم أكبر دولة في العالم هو الذي يتصدى لهذا الأمر، بل هو الذي ولا بالنسبة إليه الهواية الأولى له الهجوم على المهاجرين. في ملفنا الداخلي لا أريد أن أطيل، حقيقة هناك كثير من المواضيع الدولية لكن لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. في ملفنا الداخلي لعلنا اليوم وإياكم نتذكر هذا اليوم اللي هو 11 ديسمبر. اليوم تمر الذكرى 65 على واحدة من الأحداث بالغة الأهمية في تاريخ الجزائر، وهي باختصار شديد مظاهرات 11 ديسمبر اللي دامت حوالي 10 أيام، واللي كانت في عدد من المدن العاصمة قسنطينة، عنابة، وهران، واللي جات بعد كان ديغول يزور الجزائر يومها. طبعا الجزائر كانت فرنسية كما تسمى، وكانوا خرجوا الكولون المستوطنون ورفعوا شعارات l'Algérie فرانسيس، الجزائر الفرنسية، ردا على الجزائر الجزائرية الجيريان اللي جا بها ديغول آنذاك. ورانا في نهاية 1960 يعني بعد 6 سنوات من الثورة. واعتقد بعد اعتقد أنه فرض لا باسيفيكاسيون كما يقال، وخاصة بعد الجدار الكهربائي اللي يسمى شال ويسمى موريس، اللي كان على الحدود الجزائرية التونسية وعلى الحدود الجزائرية المغربية، واللي بالفعل أضعف الثورة في الداخل إضعافا شديدا، لأن ما فيش دخول السلاح ولا الجنود ولا. فكان يظن بأنه انتصر عسكريا، وأن اللي راهم في الجبال قضية وقت، يعني كانوا باقين حوالي 30,000 مجاهد في الجبال، قال قضية وقت هذو نقضوا عليهم، وبعضهم يموت حتى بالجوع. إذن المستوطنين المستعمريين اللي في الجزائر خرجوا ضد
ديغول، لأنهم يريدون أن تبقى الجزائر فرنسية إلى الأبد. ديغول حب يفهمهم باللي راهو صحيح رانا ممكن ننتصروا عسكريا، لكن راهو الحركة العالمية تتجه نحو الاستقلال، استقلال الدول. آنذاك كانت عشرات الدول تأخذ استقلالها من بريطانيا وفرنسا تحديدا. نعرف أن فرنسا مثلا بداية بعد اندلاع الثورة الجزائرية بدأت تمنح الاستقلال، سواء تحت الضغط الثورة الجزائرية أو أيضا ضغوط في هذه الدول، ومنحت الاستقلال لحوالي 12 دولة من 56 إلى 58 بما فيها تونس والمغرب. المهم اللي صرا هو أن ديغول كان يعتقد أن الجزائريين يخرجوا ويرفعوا شعار الجزائر جزائرية، الجيريان اللي مرات بعض الناس راهم يرفعوها، كاين اللي مش فاهمين معانيها وكاين اللي عارفين مقاصدها ومعانيها. لكن الجزائريين خرجوا ورفعوا شعار تحيا الجزائر وتسقط فرنسا. رفضوا الجزائر الفرنسية طبعا تاع المستوطنين، رفضوا الجزائر الجزائرية تاع ديغول، ورفعوا شعار تحيا الجزائر، وهذا هو الشعار، ورفع العلم الجزائري وتسقط فرنسا، وشعارات ضد ديغول وضد الاستيطان. وهذا الموقف تاع 11 ديسمبر واللي ظل عدة أيام واللي استشهد فيه مئات الجزائريين، نساء رجال أطفال، طبعا كاين اللي اختفوا إلى الأبد، كاين اللي عذبوا عذاب النكرة، كاين اللي جرحوا، لكن اللي قتلوا بالمئات. فرنسا يعترفون يقولوا 100 وشوية، لكن الحقيقة أنه بالمئات، لا أحد يعرف بالضبط الرقم لكن بالمئات. هذا قلب الموازين على الساحة العالمية كلها، وخلى المشروع ديغول الجيريان أو الجزائر الجزائرية يسقط سقوطا مريعا. وتتبنى الأمم المتحدة بعدها بأيام قرار يدعو إلى تقرير الشعب الجزائري لمصيره، وهو كان أقوى قرار بعد المظاهرات، وتعود الروح للجزائريين وللمجاهدين في الجبال أو الفدائيين في المدن، وتعود الروح للقضية الجزائرية. لأنها لما جاء ديغول من 58 لل 60 مرت الثورة الجزائرية بأصعب مراحلها على الإطلاق. ديغول لم يكن يعني عقل سهل، كان داهية، كان عنده تجربة وخبرة كبيرة، فهم أشياء كثيرة جدا، وكان يريد أن يحتفظ بالجزائر باسم الجزائر الجزائرية، ولكن تكون تحت النفوذ الفرنسي غير المباشر. هي فيما بعد للأسف جاء خاصة بعد 92 هذا اللي صرا، لكن الشعب الجزائري أسقط هذا المشروع إسقاطا شديدا. والحقيقة أن مظاهرات 11 ديسمبر هي اللي لعبت الدور الرئيسي في هزيمة فرنسا، الهزيمة الكاملة. طبعا الثوار و54 وهذا أساسي، وخروج الشعب. والحقيقة أن جبهة التحرير العفلان هي اللي كانت وراء هذه المظاهرات، كانت هي القوة تقريبا الوحيدة في مواجهة الاستعمار الفرنسي. صحيح كانت الأمانة، لكن الأمانة مع الوقت كانت ضعفت، الأمانة اللي تسمى الموفمون ناسيونال الجيريان أو الحركة الوطنية الجزائرية اللي قادها مصالي الحاج رحمه الله. فللأسف اليوم ما بقاش كثير من تلك المظاهرات وتلك الاحتجاجات، لأن الجزائر اليوم راهي تحت نظام سماه القايد صالح شخصيا، هو نفسه قال باللي الجزائر كانت تحت استعمار ثاني. قال هذا الكلام بعد أن أطاح ببوتفليقة تحت ضغط الحراك اللي أحدث زلزال داخل نظام الحكم، وقبل أن يطيح به السعيد بوتفليقة بدعم من توفيق. ونزار يومها سارع القايد صالح بالإطاحة بوتفليقة، وعبر وقال أن الجزائر كانت تحت استعمار ثاني وأنها تحكمها العصابات، ما زالت تحكمها العصابات، وحتى هو كان من العصابات، الفرق فقط أنه كان هناك صراع بين العصابات. وعلى ذكر العصابات، الأوضاع راهي تسوء في السجون العسكرية بالنسبة لكبار الضباط. كل مرة راهي تجيني معلومات
على أن هناك جنرال راه في حالة مزرية، على أن هناك جنرال قطع له رجله، على أن هناك عدد من الجنرالات مصابين بالسرطان ولا يتم علاجهم. وهنا تعرفوا بعض الجنرالات اللي راهم موجودين اليوم في السجن، مثل عبد الرزاق الشريف مثلا، عبد القادر لشخم، أو سعيد باي، أو علي عكروم على سبيل المثال، أو الأمين العام هذا اللي كان الأمين العام غريس. هذو كلهم كانوا أقوى من شنقريحة، ذو نفوذ أكبر من شنقريحة، بعضهم أقدم من شنقريحة في الرتبة وشنقريحة كان مطيش في الناحية العسكرية الثالثة، لأن ينتقم منهم شنقريحة انتقاما شديدا. أغلبيتهم القايد صالح، من جناح القايد صالح، وواحد 4 ولا 5 خارج القايد صالح، اللي هو بودواور وعبد الرزاق الشريف ومناد نوبة وسعيد باي. هذو كان سجنهم القايد صالح، واستمر شنقريحة في سجنهم. أوضاعهم كثيرة تسوء، وطبيعي لأن كثير منهم تجاوزوا 50 سنة، 75 سنة، بعضهم تجاوز 80 سنة، وفي ظروف مؤلمة، وكانوا يعتبروا روحهم أرباب البلاد. واحد مثل سعيد باي مثلا، سعيد باي هذا اللي كنا نبقى نحكي لكم على تاريخه ولا تصدقون ماذا فعل في الجزائريين. كان يقود الناحية العسكرية الأولى في زمن الكابرانات، في زمن الانقلاب، ولعب دور رهيب جدا في الحرب القذرة. والجنرالات اللي راهم جنرالات اليوم مثل أو قادة مثل شنقريحة، لم يكن إلا واحد من اللي يأتمرون بأمر سعيد باي. لما كان سعيد باي جنرال يقود الناحية العسكرية الأولى، كان شنقريحة في البداية كان مقدم، ومن بعد ولا عقيد في بداية التسعينات. فشنقريحة بالنسبة لسعيد باي كان هما هكذا يشوفوا لبعضهم بالمناسبة، يعني حشرة، يعني ما عنده حتى تقدير لبعضهم، يعني اللي فوق اللي عنده جراد عالي وعنده وظيفة عالية يحقر الآخرين. طبعا واحد مثلا اللي راه اليوم قائد المخابرات الجنرال حسن عبد القادر أي ترابي، أو كان مجرد كابيتان في بداية التسعينات وكوموندون في منتصف التسعينات، يعني في 96 أو 97، اللي راه اليوم جنرال ماجور يقود المخابرات الداخلية إلى آخره. يعني تقريبا كل راهم جنرالات اليوم كانوا ضباط صغار في زمن سعيد باي، لما كان سعيد باي ذلك الاسم المرعب في الناحية العسكرية الأولى. عبد الرزاق الشريف أيضا مشهور، يعني فينتقم منهم شنقريحة في الحقيقة انتقام شديد. وعلى ذكر شنقريحة، خلينا نروي لكم واحدة القصة صارت قبل 3 أيام ولا 4 أيام، 4 أيام أعتقد، نعم، قبل 4 أيام كاد شنقريحة أن يموت بسكتة قلبية. وهو نحكي هذه القصة طبعا راح يعرفها هو واللي يعرفوها، وهي أنه كان متجه إلى عين نعجة. تعرفوا وقعت الحادثة، حادثة المرور اللي توفى فيها عدد من الجزائريين وجرح عدد آخر في بني عباس، ليس بعيدا عن تب البالة في بشار. وكانوا من بين الجرحى عدد من العسكريين، جابوهم لعين نعجة، أغلبيتهم جابوهم لعين نعجة، وجابوا معهم 3 ولا 4 من المدنيين المصابين أيضا في الحافلة المنكوبة. كم مات يومها؟ أعتقد 14 اللي قتلوا، ندعو الله أن يتقبلهم الشهداء. فشنقريحة جاته فرصة، مساعد نتاعو محمد سعيد، السكرتير الخاص نتاعو، رئيس ديوانه وسكرتيره الخاص، قال له هذه فرصة باش تظهر في التلفزيون وتظهر أنك تزور الجنود المصابين والمدنيين اللي جابوهم لعين نعجة إلى آخره، وهي فرصة أيضا تقول فيها كلمة إن شاء الله إلى آخره. شنقريحة ولا يقول كلمة إن شاء الله بعد ما أثبتنا عليه، والناس يعني بشهادات الناس كثيرة من أنه ملحد وأنه يكفر طول الوقت، وأنه وكأنه يريد أن يمحي هذه الصورة التي علقت الآن في أذهان الجزائريين من أنه ملحد كفارجي يسب الدين في طول الوقت، يقول كلام العيب، يسب اللي يقعد يجتمع معاهم بشكل فظيع إلى آخره. لكن في الطريق إلى عين نعجة
بعد ما تحرك الموكب نتاعو في حوالي دائما ما بين 10 إلى 12 سيارة، وهذه سيارات فخمة. سكان العاصمة وحتى مرات بعض المدن الأخرى لما يزورها شنقريحة يعرفوا هذا الوفد السلطاني المرعب، يعني هذا الكونفوا هذا. وهي سيارات مصفحة، وبعضها حتى راكم بالك تشوفوها لما تمر عليكم، بعضها حتى عنده ليزونتين، عنده فوق السيارة، وهذيك لكشف بالمناسبة هذوك باش يكشفوا إذا كان فيه قنبلة، إذا كان فيه أي شيء على الطريق. هذيك تشوفوهم ليزونتين فوق السيارة، هذيك راهي أجهزة في الداخل، أجهزة متطورة جدا. في الغالب يشروها من عند الألمان ومن عند الطليان وأمريكا أيضا، ولكشف أي قنابل في الطريق، أي سلاح، أي حاجة ماهيش طبيعية. والكونفوا نتاعو، الوفد نتاعو هذا بتاع السيارات، واش يكون فيه؟ في الغالب يكونوا فيه واحد 5 أو 6 سيارات فارغين فيهم غير السائق، وسيارات حوالي 4 سيارات فيهم الحراس، وهؤلاء مسلحين تسليح آخر تسليح، عددهم في حدود 40 شخص. يعني كاين سيارات اللي ترفد 11، كاين هما 5 سيارات، وما بين 8 ما بين 7 إلى 11 حسب السيارات. كاين بعض السيارات يرفدوا 11 وبعض السيارات يرفدوا 7. فتقريبا يعني في حدود 35-40 من الحراس بآخر ما. وكاين المساعدين تاع شنقريحة اللي في الغالب أيضا يكونوا 2-3، ويكونوا في سيارة من السيارات. أحيانا يركب مساعد نتاعو لما يحب شنقريحة يتكلم معاه في الطريق أو يركبوا بجنبه، وأحيانا يكون شنقريحة وحده فقط مع السائق، وأيضا كاين جارد كور يركب في الكرسي الأول. ماذا حدث؟ قبل فترة قصيرة، قبل أسابيع فقط، جابوا سيارات مصفحة للجزائر من ألمانيا، مرسيدس A680 ماكباخ. مرسيدس ماكباخ هذه هي أغلى، تقريبا هي أغلى مرسيدس، ولكن لما تكون مصفحة يكون سعرها يصل إلى ما يتجاوز $1,000,000 $1,000,000، وكاين بعضها حتى اللي يتجاوز فوق $1,000,000. تستطيعون أن تكتبوا، تعملوا بحث مرسيدس ماكباخ A680، كاين الموديل الآخر 580، وستجدون الأسعار نتاعها. اكتبوا دائما مصفحة باش يخرج لكم السعر الحقيقي، لأن السيارات المصفحة تبدأ تقريبا من 150,000 واطلع، لكن المرسيدس هذا نوع الماكباخ المصفحة هذا نوع خاص يعني استثنائي، وهي تعتبر أأمن سيارة، أو هكذا يعتقدون، في العالم. وهي مدرعة مش فقط ضد الأسلحة الخفيفة مثلا البيستولي أو الكوابس والرشاشات، ولكن حتى ضد بعض الأسلحة شوية اللي فوق الخفيفة، يعني حتى ضد بعض القنابل، حتى ربما يقول لك فقط الصواريخ الموجهة اللي ما تقدرش السيارة هذه تواجهها. ما عدا ذلك هذه السيارات بالغة الفخامة وبالغة الأمان، ومخصصة للحماية المطلقة، أو هكذا يعتقدون. فاللي حدث هو أنه السيارة في لحظة معينة قبل ما يوصلوا لعين عجب حوالي 3 ولا 4 كيلومتر توقفت مرة واحدة، والسائق وارتبك بشدة. شنقريحة يسأل ما الذي حدث؟ السائق قال له مانيش عارف. فشنقريحة شعر وكأنه خاف من أن هناك محاولة اغتيال، وأنه بشكل معين يعني من ناحية إلكترونية أو وقفوا السيارة، وبالتالي خشية من محاولة اغتيال. مرت عليه لأنه هو اللي نقل المعلومات، نقلها لما اتصل، مرت عليه دقائق صعبة جدا. والصورة اللي يريد منكم أن يتأكد يرجع ويشوف الصورة تاعو، راهي كانت نشرت وهو داخل عين نعجة،
كان يبدو الوجه شاحب، يبدو التوتر، يبدو الخوف، فمه وكأنه هابط، يعني كان في وضع واضح أنه مر بحالة بانيك، يعني حالة رعب. وتم هذا تقريبا لمدة 3-4 دقائق قبل أن السائق يستطيع أن يعود الموتور يشعل، وتبين أن في إشكال تقني معرفولوش، لكن شعلت فيما بعد. وغير شنقريحة، غير السيارة، راح سيارة أخرى من السيارات الفارغة. كما قلت لكم يعني هما يمشوا بعدد من السيارات بعضها فارغ، وواحدة فيها فقط اللي يكون شنقريحة. والآن هنا نمدوا معلومة اللي هو راهو الآن في سيارة المرسيدس ماكباخ الآس 680. ربما الآن بعد ما يسمعوا هذا الكلام يتوقفوا حتى على استخدام هذه السيارة. المهم مر بدقائق عصيبة جدا، ثم تواصل مع الجنرال المعني بالإشراف على هذه الأمور، وطبعا بتوبيخ شديد وكلام قبيح، وطلب منه إجراء تحقيق سريع جدا. الجنرال هذا تقريبا راهو بالنيابة، لأن الجنرال المعني أصيب في حادث مرور قبل حوالي 1.5 شهر تقريبا. قتل السائق وهو مصاب بجروح خطيرة جدا. نسيت الاسم، إن شاء الله في اللايف القادم نعطي لكم الاسم، نعطي لكم الحدث بالضبط وش صرا مع هذا الجنرال. يعني مش عارفين إذا كان حادث عادي أو حادث مدبر لكن المهم، فالجنرال اللي راه معني الآن أو مشرف على هذه الأمور هو جنرال بالنيابة، يعني مش مسؤوليته الأولى يعني.